النهاردة بقى هاخدكم جولة داخل المسجد الحسين، وهنطلع على خان الخليلي، وهنطلع بعدها على شارع المعز. يلا بينا يلا بينا. دخلت طبعا مسجد الحسين، لازم اصلي ركعتين لله، وصليت الظهر، وبعدها دخلت عند المقام. الدخول عند المقام نفسه المكان يعني سبحان الله، فيه روحانيات عظيمة جدا جدا جدا. انت بتخش المكان نفسيتك بترتاح، بتلاقي المكان كده سبحان الله من عند ربنا، قلبك بيهدى كده، ومش عارف بصراحة يعني من جوه. الروحانيات قوية جدا وجميلة جدا جدا جدا. ومن داخل المقام يعني المقام حاجة جميلة جميلة جميلة، بسم الله ما شاء الله. طبعا قعدت شوية ودعيت ربنا طبعا ان يوفقنا في حياتنا، وبعدها طلعت مشيت شوية في الحسين. حاجات تحف وانتيكات ملهاش حل، وانت ماشي بتلاقي بقى قهاوي وصهللة. طبعا انا من عشاق الصهللة والتخت الشرقي والحاجات دي. قلت بقى اتمشى شوية واصور لكم شوية انتيكات وتحف، حاجات ملهاش حل، وحاجات بقى اللي هي الهاند ميد والنحاس والفوانيس والحاجات المضيئة اللي هي بتتحط في المكاتب، وحاجات رخام مضيء برضو. فيها حاجات جميلة جدا جدا جدا. دي شيشة ملناش دعوة بيها. في بقى شوية انتيكات وتحف كده للفراعنة. وانا عديت من معبرة السقف بتاعها، يعني هو اساسا السقف لوحده تحفة، غير بقى الحاجات اللي على الرفوف دي. لا حاجات انتيكة 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 يعني. وحاجات بقى نحاس، واللي هي المبخرة النحاس اللي هي انتيكة، وفوانيس رخام برضو، وفازات، وتحف فرعونية، واطباق عليها رسومات فرعونية برضو جميلة. كل حاجة في قلب الشارع ده تحفة. انا كنت عايز اشتري الشارع كله وانا ماشي. وبعدها طبعا طلعت على المعز. شارع المعز ده برضو في واحد اهو بتاع التليفونات اللي هي من 5000 سنة دي، اللي هي العداد دي، وتحف بقى وحاجات جميلة. وده واحد 5% عمال يرقص وهو ماشي، واجانب بقى ماشيين والبيوت اصلا يعني البيوت نفسها شكلها تحفة. يعني تشوف البلكونات زي اللي كانت بتيجي في مسلسلات زمان، سوق العصر والحاجات اللي هي بتاع زمان دي. البيوت شكلها تحفة. هبقى انزل لكم الصور اللي اتصورتها على الستوري. انا قعدت بس يعني قعدت كذا يعني قعدت وقت كبير جدا اقعد اخد بس صور في جوه شارع المعز، وما بتزهقش من المكان. والمكان سبحان الله يعني القاهرة كلها ممكن تلاقي حر، تلاقي الدنيا طراوة في الاماكن دي. وهنا بقى ياسين ابني كان نايم من اول يوم ومصحاش غير دلوقتي، وقال ينكد علينا بقى بس. وهي دي كانت رحلتنا النهاردة. ما تنسوش بقى اللايك والشير، وقولولي في الكومنتات عايزين تروحوا انهي مكان المرة الجاية، وما تنسوش تصلوا على النبي.